الناشط السياسي الصحراوي طالب علي سالم أسد الصحراء على قناة إسرائيلية أرادوا أن يحرجوه، فكان له رأي آخر حيث أفحم المضيف والضيوف برد غير متوقع، وقام بجلد الناشط المغربي المسمى نعوم وضيفته الصهيونية ومسح بكرامتهم الأرض. بكل صراحة أرفع له القبعة على شجاعته وفصاحة لسانه. شوفوا معنا خوتي هذه المناظرة الرائعة. طيب، كيف تنظر جبهة البوليساريو إلى هذا الاعتراف الإسرائيلي ومعها الجزائر أيضا؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هو يعتبر استعراف من لا يملك بمن لا يستحق، فإسرائيل نفسها ككيان لم تستطيع الحصول على شرعية طيلة أكثر من 60 سنة، فكيف لها أن تعطي الشرعية للمغرب على سيادة مزعومة على الصحراء الغربية؟ فنحن نعتقد أنه إعلان إسرائيل اعترافه بسيادة ما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية لن يغير من الجوهر القانوني للقضية الصحراوية التي لا زالت مصنفة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية الاستعمار، وهذا لم يغيره ما يسمى باعتراف ترامب، ولم يغيره أي نوع من الاعترافات الأخرى التي يقول المغرب أنه حصل عليه. فقضية الصحراء الغربية لا زالت تعتبر حسب القانون الدولي وحسب الأمم المتحدة قضية تصفية استعمار، هذه في النقطة الأولى. وفي النقطة الثانية وعلى الجانب القاري، الاتحاد الأفريقي وهي المنظمة القارية لا زالت تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة كاملة العضوية. فالسؤال المطروح حقيقة هنا عند تداولنا لهذا الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية، السؤال الحقيقي المطروح هو ما الذي قدمه المغرب في المقابل لإسرائيل؟ سيفتح المغرب سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعترف لإسرائيل بالسيادة على هذه الأراضي المحتلة؟ هل ستبارك إسرائيل كل التدخلات وكل العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؟ هل سيبارك ويصفق المغرب في التدخلات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في إسرائيل؟ هل سيقوم المغرب بتسليم كل النشطاء الحقوقيين وكل السياسيين الفلسطينيين المتواجدين في المغرب؟ طبعا هذا القرار لا يعطي القضية الصحراوية سوى أكثر عدالة، ويعطيها أكثر دعم، ويعطيها أكثر ضخم داخل المجتمع وداخل الدول العربية التي تدعم القضية الفلسطينية ولا زالت متمسكة بالقضية الفلسطينية. فعندما نرى المغرب يلجأ إلى إسرائيل المغرب رغم كل العلاقات، إلا أن المغرب كان له العديد من البيانات التي أدان بها كل التحركات الإسرائيلية فيما يتعلق بسياستها ضد أو فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني. السؤال الجوهري والمطروح هنا هو إذا كانت الصحراء الغربية حقا أراضي مغربية، لماذا المغرب يحتاج إلى اعتراف من إسرائيل وهي دولة محتلة كذلك؟ هذا دليل واضح على العزلة التي يتواجد فيها المغرب، التي تخلت عنه كل الدول التي كانت تدعمه. هو الاتحاد الأوروبي، أريد أن أعلق هذا الأمر بقرار الاتحاد الأوروبي الذي قرر اليوم تعليق اتفاقية الصيد التي تربطه مع المغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية، والاتحاد الأوروبي لا يعترف أنها الصحراء الغربية جزء من المغرب، بل يعترف أنها جبهة البوليساريو هي السيد على هذه الأراضي. فالمغرب يتلقى ضربات من هنا ومن هناك، ولم يبقى له في هذه العزلة سوى اللجوء إلى إسرائيل للحصول على بعض من الاعتراف. طالب، إن سمحت لي، إلى الإعلان الهام والهنية في تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ونعرف في المقابل أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا كل هذه التحركات الإسرائيلية في المنطقة. ولكن ما خياراتكم في ظل هذا، وما يمكن وما المتوقع، ما من خطوات متوقعة للجزائر بعد هذا الاعتراف وفي ظل كل هذا تعزيز تواجد الإسرائيلي في المنطقة؟ أعقب بطريقة سريعة على ما قاله ضيفكم، أنه الموقف المغربي واضح من جانب القضية الفلسطينية، وأن المغرب يدعم القضية الفلسطينية. والله الموقف المغربي بقي واضحا اليوم، لأنه موقف خائن للشعب الفلسطيني، حيث يستقبل الوزراء الإسرائيليين في المغرب ويرحب بإسرائيل ويفتح قنصلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الموقف المغربي بقي واضحا اليوم، ويعتبر خيانة للشعوب العربية التي كانت تؤمن ولا زالت تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وعدالة القضية الصحراوية. الموقف المغربي واضحا اليوم، وبقي واضحا لكل المغاربة الأحرار الذين لا زالوا يرفعون الأعلام الفلسطينية وينادون في مظاهراتهم، ينادون بالشعارات تنادي من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالموقف المغربي بقي واضحا اليوم، وهو نتيجة لفشل الدبلوماسية المغربية في محاولة شرعنة احتلالها على الصحراء الغربية. الجزائر لا تفعل شيئا.
بدون مقاطعة. جوابا على سؤالك ما هي يعني الخيارات الموجودة لدى الشعب الصحراوي، يعني يجب أن نشير هنا على أنه هذا الاعتراف يعني يزيد من التوترات ما بين المغرب ودول المنطقة بما فيهم الجزائر وموريتانيا، لكنه هذا الاعتراف كذلك يعطي للقضية الصحراوية ديناميكية جديدة تؤكد على أنها قضية عادلة، لأنها إذا كانت الصحراء الغربية أراضي مغربية لما لجأ المغرب إلى أمريكا، لما لجأ المغرب إلى إسرائيل لكي تعترف له بالشرعية على هذه الأراضي. فنحن بكل اختصار نتحدث عن دولة أو كيان محتل يحاول أن يشرعن دولة أو كيان محتل آخر وهو المغرب، وهو يعني يوضح بطريقة واضحة ضعف كلاهما، ضعف إسرائيل وفشلها في محاولة تمرير احتلالها للأراضي الفلسطينية، وضعف والدولة المغربية أو الاحتلال المغربي ومحاولة تمريره لاحتلاله للصحراء الغربية. وهذا طبعا كما قلت لم يؤثر على طبيعة القضية الصحراوية، لكنه سيؤثر على الحكومة المغربية التي بدأت اليوم أمام الشعوب العربية أكثر صهيونية من الصهاينة نفسهم، أكثر إسرائيلية من الإسرائيليين نفسهم. وأريد أن أطرح سؤال بطريقة يعني صريحة على ضيفكم: لماذا الملك المغربي الذي يترأس لجنة القدس اليوم يعلن أنه سيفتح سفارة في تل أبيب وهي أراضي فلسطينية محتلة؟ يمكن أن تفسر لنا هذا؟ طبعا الجواب واضح، وهو اصطفاف نظام الاحتلال المغربي